اهلا بيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جالكم فيديو جديد وهنعمل النهارده الهمبرجر. معايا ربع كيلو من اللحمه المفرومه. هنجيب بقى الكيس اللي هو بتاع اللي بيزود الكميه دوت. ده بيتضاف برضه على الهمبرجر. انا هاخد نصه بس لان الكيس ده بيتحط على نص كيلو، فانا هاخد نص الكيس احطه على الربع كيلو، ونصه انا عندي ميزان فوزنته لقيت نص الكوبايه الصغيره دي هحط قدهم ميه وهقلبهم كويس جدا، وهتلاقي ان الخليط دوت شرب المية كلها. تمام، هتبداي تقلبي كده لحد ما يبقى بالشكل ده. وبعد كده بقى ايه، هتضيفيه على اللحمة بتاعتك. ممكن تضيفيه لو هتعملي كفتة او هتعملي همبرجر حواوشي، المهم ان هو ايه بيتحط عشان يزود الكمية. جبت كوباية من الفول الصويا ونقعتها لحد ايه يعني حوالي نص ساعة كده. وجبت معلقة كبيرة من بهارات الهمبرجر وحطيت فلفل اسود. وبس كده، مش هضيف اكتر من البهارات ديت. وهحط عليها كمان معلقة من البيكنج باودر. وهجيب بقى ايه المكبس بتاعي ده، بس انا طبعا ايه مش هعمل المكبس، يعني انا عندي اصلا بس انا مش هعمله. هوريكم بقى للي ما عندوش المكبس يعمل ايه. انا جبت غطا برطمان، بس البرطمان كبير، وهحط فيه كيس، اي كيس لبن او كيس تلاجة. هنحط بقى ايه نصه تحت عشان ما يلزقش اللحمة تلزق في الغطا. وهحط اللحمة في النص وهتني الكيس زي ما انتوا شايفين، وهبدأ اضغط بيه بايدي. هنحط بقى ايه مسحة زيت كده. اللي عايز يزود زيت اكتر من كده يزود، يعني انت ايه هتحطي ايه حوالي 3 معالق كده زيت، بس انا مش حابة ان انا احط زيت كتير، انا محبش الدهون. فانا مسحت بس الطاسة كده. وبعد كده على نار متوسطة بدأت احط الايه الهمبرجر. ودي بقى واحدة تانية برضو بوريها لكم بنفس الشكل. وخلي بالكم السمك بتاعها ما شاء الله تخين، يعني مش رقيقة ولا اي حاجة. لو عملتها على المكبس بقى الربع كيلو ده ممكن يعمل لي 5 6 قطع عشان واسع. فانا اخترت بقى غطا البرطمان عشان اوريكم اللي ما عندوش مكبس. وعايزه اوريكم ان البرطمان كمان افضل من المكبس. وهو بقى بالشكل ده حلو جدا، ما سويتهوش يعني، يا دوبك اديته لون من على الجنبين. والقطعة تخينة من البيكنج باودر. ولو انت اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس تختاروا الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل لكم. قطعنا بقى بصل وفلفل الوان وبطاطس محمرة وكاتشب وكايزر. وبصوا عايزة اقول لكم كانت اكلة جميلة جدا، جربوها يا رب تعجبكم. واستنوني بقى في فيديو جديد. مع السلامة.